سؤال بقى شائع جدا على تغيير المفاصل. يا دكتور ده انا سمعت ان المفصل اللي هتركبوه ده بيقعد سنة سنتين. لا، هو الحقيقة المفاصل اللي احنا بنركبها دي مفروض في احسن الدراسات في العالم بتقعد 30 سنة في العيان، او نقول من 25 ل 30. ده في الريجستريز، يعني الدول الكبيرة عندها زي بنك معلومات بتحوش فيه معلومات كل الناس اللي عاملة مفاصل. فلقوا مثلا في الريجستري في انجلترا او في اسكندنافيا اللي هي الدول اللي في شمال اوروبا، لقوا ان المفصل بيعيش تقريبا حوالي 30 سنه. امال ايه الناس اللي بنسمع عنها اللي عملت مفصل وباظ بعديها بسنه؟ في حاجات كتير قوي اتكلمنا عليها قبل كده، اللي هي المشاكل اللي بتحصل بعد تغيير المفاصل. زي مثلا لو واحد حصل له عدوى او التهاب في الجرح، ده خلاص ده ممكن بعد شهرين 3 نشيل المفصل ونرميه اصلا. فده خلاص ده مش هيخش في قصه الناس اللي مشيت كويس. حد بعد ما عملنا له المفصل قعد يتخلع فغيرناه. حد بعد ما عملنا له المفصل بقى سايب او بقى جامد، يعني بقى حركته قليله او بقت حركته سايبه خالص، يبقى هيحتاج يتغير. حد بعد ما عمل المفصل بسنه او سنه ونص وقع واتكسر، جاله حاجه اسمها بيري بروثيتك فراكشر، واضطرينا نخش نغير المفصل ده بمفصل طويل الجذع. فكل دي حاجات تقول ان المفصل ده ممكن يتغير بدري. لكن في العادي لو ربنا كرم وكل حاجه مشيت كويس قوي، لا، المفصل ده هيقعد معاك اكتر من 20 سنه. ومش عشان المفصل نفسه بيبوظ، هو عشان المفصل بيبتدي هو والعظم يفكوا من بعض. وعشان كده احنا بقينا في كتير قوي من الاحوال دلوقتي بنستعمل اللا اسمنتي، لان هو لما بيمسك في العظم غالبا ما بيفكش تاني. انا دكتور شريف خالد، استاذ جراحه عظام، وبشتغل تغيير مفاصل، وبطمنكم ان المفاصل دي حاجه كويسه وبتعيش وقت طويل فعلا، الا لا قدر الله اللي هيحصل له مشكله.